الديفانو ده عامل 50 يورو هنا في ايكيا. متخيلين؟ 50 يورو بس. تعالوا اوريكم اللي بعده ب50 شنتزم. الطبق ده بيورو. الجزامة بتوصل ل40 يورو. وتعالوا اوريكم شكلها ايه. بصوا، اللي هي بيتحط فيها مرة هنا ومرة هنا، يعني جزمتين اتنين في المرة. بصوا، في الاكبر منها سنة صغيرة فهي عاملة 50 يورو. فيها 3، 1 2 3. اي كرسي من الخشب دول عامل 25 يورو. الستاند بتاع الهدوم ده عامل 20 يورو. شايفين الخامة بتاعته حلوة قوي. ومن هنا كمان في كده. كرسي الاطفال بقى عامل 20 يورو. بصوا، تحفة يا جماعة. ده اللون الابيض، كان فيه الرصاصي هناك برضو بنفس السعر. والكميات بقى ما اقولكوش كتير. الكرسي ده عامل 10 يورو وفيه طبعا كميات. الديفانو ده عامل 329 يورو وبيجيبوا منه تاني. الديفانو ده كبير 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 فوق ما انتم متخيلين. نازل سعره من 700 يورو لحد 400 يورو. شايفين؟ 42% عليه خصم، عامل 400 يورو. الكرسي 125 29. مكتبة التلفزيون دي عاملة 44 يورو، والأكبر منها عاملة 40 يورو بس. ترابيزات السفرة بقى هنا ما تعدوش كتير وكلها عليها خصم. يعني دي عاملة 42 يورو بدل 70، ودي عاملة 223 بدل 400 وشوية. وهنا دي الكبيرة دي عاملة 160 يورو. الصغنطوطة دي عاملة 50 يورو. حلوة صغيرة دي كده. اي واحدة فيهم عاملة 50 يورو. الخشب بقى عاملة 29 يورو بس. دي انتوا متخيلين ليه؟ عشان دي الخبطة دي. بصوا الخبطة دي نزل في سعرها بالهبل. بصوا اللي بعدها دي عاملة 25 يورو، والاكبر منهم دي عاملة 60. وكل الكراسي دي عليها تخفيض. المكتبة دي عاملة 200 يورو، ودي عاملة 50 يورو بس. 50 يورو، انتوا متخيلين؟ دي كلها كده ب50 يورو. سرير الاطفال بقى بتاع مودي زي بتاع مودي بالظبط، عامل 70 يورو. الدولاب ده كامل، ده وده الاتنين مع بعض، عامل 70 يورو. حتى كل الحاجات دي عليها تخفيض برضو. يعني بصوا الطبق ده، ايوه السجاد بيوصل ل 8 يورو هنا في ايكيا. تعالوا اوريكم بقى الاسعار بتاعت السجاد اللي موجود هنا في ايكيا عامل ازاي. جماعه انتم متخيلين ان السجاده دي التحفه دي 133 في 160 عامله 40 يورو هنا في ايكيا. شايفين الخامه بتاعتها؟ ودي كمان، والاخضر دي كمان عامله 40 يورو. السجاده الصغنطوطه ديت عامله 8 يورو. تعالوا اوريكم بقى ايه التخفيضات التانية اللي نازله. فالسجاده دي عامله 20 يورو، مقاسها بالظبط 2 متر 20 في 155. عامله، شايفه الخامه بتاعتها؟ عامله 20 يورو بس. تعالوا اوريكم بقيه الاشكال اللي موجوده في ايكيا. بصوا دي تحفه تحفه. شايفين الخامه بتاعتها؟ عامله بس 50 يورو. انتوا متخيلين؟ شايفين الشكل اصلا؟ القمر ده انا اصلا بدور عليها، بس بدور على حاجه زيها كده بس لونها رصاصي. ايطاليا في ايكيا فيها شويه سجاد. دي عامله 50 يورو. بصوا اهي 50 يورو. شايفين البينك دي عامله 50 يورو. شايفين اللي بعدها واللي بعدها 50 يورو بس. كل دي اشكال السجاد اللي موجود هنا في ايكيا، ولازم تيجي عشان تشوفيه. قبل اي حاجه، انت مش عامله لي فولو ازاي؟ شايفه السجاده القمر دي؟ على فكره في سجاد كبير وفي سجاد صغير والمقاسات اللي انت محتاجاها. لا وانا كمان هنزل لكم المخزن تحت عشان اوريكم الاسعار بالظبط ايه. بصوا السجاده الحمراء اللي هناك دي تحفه يا جماعه. استنوني عشان هننزل المخزن سوا. لو اول مره تتابعوني فانا فاطمه علام، ودي صفحه كل يوم في ميلان. انا جايه لكم بمفاجآت هنا في ايطاليا مش هتصدقوها. تخيلوا ان الطبق، انا عايزاكم تقراوا الطبق بكام. الطبق بكام؟ ب65 شنتزم. 65 شنتزم بس.
خدي الكميه اللي انت عايزاها. الاطباق المسلطحه، الغويطه، اي طبق ب65 شنتزم بس. حتى كمان الاطباق الصغيره خالص ده عامل 50 شنتزم. الطبق عامل 50 شنتزم. عادي خدي الكميات اللي انت نفسك فيها. انتوا لسه بتدوروا على اطباق، وهي هنا الاطباق اصلا عامله 50 شنتزم. الطبق الواحد شوفي بقى هتعملي الطقم بكام. البوله الغويطه بتاعت السلطه بقى عشان نجيبها للسلطه او الشوربه عامله يورو. شايفين؟ يورو واحد بس. الغويطه الكبيره قد ايه؟ انا عايزه اوريكم بس حجمها في مقابل ايدي. شايفين؟ ايكيا اسعاره ارخص اماكن ممكن تشتري منها حاجات للبيت هي ايكيا. وانا بقى فاطمه علام، وانا عينك هنا في ايكيا، في هنا في ايطاليا. هوريكي كل الحاجات اللي انت عايزه تشوفيها. اكتبي لي بس ايه الحاجات اللي انت نفسك تشوفيها هنا في ايكيا، وانا هقول لكم سعرها كام. يعني الكوبايه ديت عامله كام؟ استنوا اقول لكم. عامله يورو 95 شنتزم. 95 شنتزم فعلا. الازازه ديت شايفه عامله 2 يورو ونص. انتي مستنيه ايه؟ لسه ما عملتليش الفولو اللي انا اصلا بوريكي بيه كل الحاجات اللي موجوده. تابعيني بسرعه عشان هوريكي كميه حاجات هنا في ايكيا. لو ما شفتيش الاجزاء اللي فاتت شوفيها بسرعه عشان هنزلها لك كلها. دي بقى مقاسها اصغر شويه، فهي عامله 5 يورو 95 يعني 6 يورو. دول بيكونوا 3 محكمين الغلق يا جماعه، ما بتوقعش خالص الشوربه. عايزه تجيبيها بقى للشوربه، عايزه تجيبيها لحاجات تحطيها في الفريزر، حاجات تحطيها في التلاجة، دي بتتحط في التلاجة وفي الفريزر. ازاي نيجي هنا ايكيا وما نجيبش الاكياس بتاعتهم؟ فايكيا بصراحه بتتميز بالحاجات دي. فدول 15 كيس كبير و15 كيس صغير 6 لتر يا جماعه. يعني اكبر مقاس واكبر حجم ممكن تجيبيه بيقضي فرخه وفرختين عادي. عاملين 5 يورو المقاسات دي، 15 و15. بس انا بصراحه يعني عندي تعقيب صغير ان البني فيه ارخص من النوع ده. يعني ارخص واحسن بصراحه. انا بحب اشتريها من البني لان بيكون فيها 20 قطعه وبتبقى عامله يورو ونص. تابعيني بسرعه عشان كل الحاجات اللي هنزلها لك. الفيديو بس عشان قصير هنزله لك دلوقتي. عايزه تشوفي الفيديو مجمع بكل الحاجات اللي في ايكيا، ادخلي عندي على اليوتيوب هتلاقي الفيديو كامل بكل الحاجات بتاعت ايكيا. اتفرجي عليه من الاول للاخر وهحط لك اللينك بتاعه. اسعار برخص التراب هنا في ايكيا. تعالوا اوريكم. المصفى دي عامله يورو ونص، كبيره يا جماعه. علب التلاجة بقى شايفين كام قطعه؟ استنى اقول لكم عشان سعرها تحفه. كام قطعه؟ كام قطعه؟ عدوهم انتوا بقى. 17 قطعه عامله 5 يورو بالظبط. شايفين اللون الاخضر ده؟ على فكره انا عندي واحده منها تحفه تحفه تحفه. العلب ديت هما دول 5 بالغطيان بتاعتهم، كل واحده ليها غطاها، وعاملين 13 يورو. دي عامله يورو ونص هنا في ايكيا. ده شكل الخمس قطع يا جماعه. شايفين كبيره قوي ديت، والاشكال التانية عامله 13 يورو. التقطيع ديت اللي هي بتاعه العجين تقطعي بيها عامله 3 يورو ونص بس. دي شايفين الخامه بتاعتها. الخشب دي عامله 2 يورو. ولو مش عارفاني فانا فاطمه علام، دي صفحه كل يوم في ميلانو. لايك وفولو بسرعه، اعملي لي فولو علشان عايزين نوصل لل 200 الف فولو، عشان انا اكتر صفحه هتفيدك هنا في ايطاليا. لازم تتابعيني. تعالى اوريكي بقى بقيه الحاجات. الطاسه دي تقيله، طاسه تقيله حلوه قوي، عامله 10 يورو. البوتاجاز ده كهرباء عامل 50 يورو. شايفين اللي بتنشف الخضار والورقيات اللي هي دي؟ عامله هنا 5 يورو. من احلى العلب اللي انتي هتجربيها علب ايكيا، وبالذات النوع ده لان هي بتمنع ان السوائل تقع منها. وعاملين الثلاث قطع دول 7 يورو. بصوا سله الزباله ديت وليها الغطا بتاعها عامله 6 يورو ونص. استنوا معايا، ده انا هوريكم حاجات كتير قوي. تابعيني النهارده وبكره وبعده وكل الاوقات عشان هنزلك حاجات كتير قوي موجوده في ايكيا. عشان الفيديو طول فانا هقسمه على اجزاء، فاستنيني. كرسي الاطفال اللي ب 200 و300 و500 هنا في ايطاليا في ايكيا بس، وده احلى نوع ممكن تجيبيه ب 20 يورو. الكرسي ده حلو قوي في المسح، تجيبيه كرسي يقعد فيه عشان الاكل وياكل فيه. وكمان معاه القطعه دي اللي كان عندي بتاع مودي كانت بلونها ابيض، فهم عملوا اللون الرصاصي، ودي احلى حاجه عملوها بصراحه. يعني كان عندي اللون الابيض اللي هو الكلاسيك قوي وكان بيتوسخ بسرعه، فاما الرصاصي فبصراحه لا، لونه تحفه. 19 يورو بس. تفتكروا بقى سراير الاطفال بكام؟ تعالوا اقول لكم. يعني السرير ده عامل 25 يورو. اكيد لا، مش ممكن مش ممكن، مستحيل من رابع المستحيلات. استنوا نشوف سعره الحقيقي.
ب119. ايوه كده، ده الرقم المعقول. لا وكمان ايه، كاميرا كومبليتا، يعني كاميرات كومبليتا هتبقى كامله، اوضه كامله للطفل، عامله 300 يورو بس. فعايزه تجيبي حاجه للاطفال حلوه. ده بقى للحمام. انا كان عندي بس البلاستيك شويه، ابقى اوريكم شكله. بس الخشب ده هيعيش بصراحه وهيبقى حلو، بس هو كبير. لو حمامك كبير او الاوضه بتاعتك كبيره فهاتيه عادي. اقول لكم سر، انا لحد النهارده بنيم مودي في السرير اللي هو يعتبر شبه ده. يعني ده سريره لحد النهارده، هو عنده 4 سنين اهو، ولحد النهارده بينام في السرير زي ده. فهو ده العمر طويل يعني. وفي بقى الشكل ده ممكن كمان ان هو يبقى صغير ويبقى الطفل لحد مثلا 7 سنين. وفي بقى الاشكال الاكبر، تعالوا اوريكم اللي هو ده عامل كام. وده السعر، اقل سعر موجود هتلاقيه في السراير، عامل 60 يورو. السرير خشب كامل وب60 يورو بس. السرير الخشب ده برضو عامل 70 يورو. السرير ده بقى عشان هو قوي شوية يعني ليه شكل مختلف، فهو عامل 139. والملايات بقى والفرش بتاع الاطفال وكل الحاجات دي هتلاقيها موجوده هنا في ايكيا، وتقدري تختاري منها اللي انت عايزاه. حتى كمان المراتب بتبدا من 35 يورو و25 و50 و70 على حسب اختيارك، ودي 90 اغلى واحده المرتبه بتاعه الطفل. لو اول مره تتابعيني فانا فاطمه علام، ودي صفحه كل يوم في ميلانو. اعملي لي فولو دلوقتي، اتاكدي ان انت عامله لي متابعه عشان هنزلك حاجات كتير بالهبل. انا هنا عينك هنا في ايطاليا، وانا هوريكي حاجات كتير موجوده واماكن كتير انت ممكن تكوني عارفاها او ما تعرفيهاش، انا هنزلها لك. استني معايا بقى البارت اللي جاي، مش فاكره بقى رقم كام دلوقتي، بس هنزلك الاوض اللي موجوده هنا للاطفال هنا في ايكيا. سلام. هنيجي ايكيا من غير ما نجيب الحاجات الحلوه بتاعه الاطفال، وبالذات الكوبايات والاطباق. فتعالوا ما اقول لكم سعرها ايه في ايكيا هنا في ايطاليا. دي عامله 2 يورو. يعني شايفين كل كميه كل كميه المعالق والشوك والسكاكين دي عامله 2 يورو بس. ودول 18 قطعه. في دول المعالق الصغيره ودول 6 قطع بس، وعامله يورو ونص. الاطباق بتاعت ايكيا يا جماعه في منها الالوان اللي ظاهره قوي والالوان اللي هي عامله شويه، فسعرها اصلا عامل 2 يورو. اي حاجه بقى من اللي موجودين، اطباق كبيره اطباق صغيره، معالق وشوك كوبايات، اي حاجه. تعالوا اوريكم بقى الاشكال اللي موجوده ايه. الكوبايات دول 6 كوبايات. الماتيريال بتاعتها تقيله قوي، ما تتغريش على فكره باللي بيكونوا موجودين في اي مكان تاني. بتوع ايكيا احلى بكتير، وعاملين 2 يورو. بصوا هنا الالوان دي برضو حلوه، يعني انت ممكن تجيبي الالوان دي مع الكوبايات دي مع الاطباق دي، حلوه جدا. تعالوا اوريكم الاطباق التانية اللي هي موجوده عندي اصلا، ومودي بيحبها جدا، وبتتحط كمان في غساله الاطباق. ينفع تحطيها في غساله الاطباق عادي. يعني بصوا ال6 دول عاملين 2 يورو برضو، شايفين 2 يورو. وده اقل سعر ممكن تجيبيه. الاطباق دي بقى للشوربه، عايزه تحطي فيها شوربه، تحطي فيها رز عشان مش يقع منه، كل الحاجات ديت. الاطباق دي حلوه قوي 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 فوق ما انت متخيله يا جماعه. دي تحفه، الماتيريال بتاعتها تحفه. بصي الماتيريال بتاعتها قويه ازاي، وبتتحط في غساله الاطباق، وبتدخل كمان الميكرويف. البانيو بتاع الاطفال فهو هنا عامل 6 يورو 95. البانيو الكبير بتاع الاطفال حلو يا جماعه قوي. انتوا تاخدوا الماتيريال بتاع ايكيا وانتوا مغمضين من غير ما تفتحوا حتى، لان الماتيريال بتاعتها حلوه جدا. الكرسي بتاع الحمام شايفين الماتيريال بتاعته قويه قوي قوي قوي، عامل 15 يورو. ندخل على قسم البوتي. فالبوتي الصغيره اللي بتتحط في الحمام دي عامله 7 يورو. طب انا عايزه البوتي دي اللي بتبقى بيقعد عليها كده لوحدها، برضو عامله 7 يورو، وليها القطعه التانية بتاعتها بتتحط على ما اظن. ليها فين القطعه التانية؟ هوريها لكم دلوقتي. بص دي عامله 4 يورو ونص، ودي القطعه بتاعتها اللي هي صغنطوطه خالص كده، اللي هي كلاسيك قوي من غير اي لعب بصراحه. لو اول مره تتابعوني فانا فاطمه علام، ودي صفحه كل يوم في ميلانو. لايك وفولو عشان هنزل لكم كل الحاجات الموجوده في ايكيا. احنا لسه بنبدا يا جماعه. شوفي بارت 1 و 2 و 3، وانا هنزل لك لسه كمان بارت 4. شجعوني علشان انزل لكم الحاجات كلها اللي موجوده هنا في ايكيا. انا عينك اللي موجوده هنا في ايكيا قبل ما تيجي.
قاعد طول اليوم على التابلت او التلفزيون، تعالي بقى اوريكي شويه مهارات ممكن تجيبيها له هنا من ايكيا. وايكيا بتفيد قوي الحاجات دي. بصوا، اول حاجه انا كنت بدور على ترابيزه المودي، فشايفه ان الترابيزه دي صغيره وحلوه في الاوضه بتاعته، ودي سعرها 19 يورو. بصوا 19 يورو يعني 20 يورو. الترابيزه دي بالكرسي بتاعها كلها خشب، اما الترابيزه دي فدي اكبر بكتير وليها الكرسي بتاعها حلو قوي، عامله 70 يورو. بصوا 70 يورو مكتوب عليها اهي. ودي الشكل الجديد من الترابيزات هنا في ايكيا. الترابيزه دي عامله 60 يورو، وهي بتفتح كده عشان يرسم ويحط حاجته، يعني بتكون لما كل الادوات بتاعته. دي عامله 60 يورو، 59 يورو بالظبط. بصوا اللي عامله 30 يورو دي فيها كرسيين وفيها الترابيزه ممكن ان هو يكتب عليها على فكره وبتتمسح. بصوا دي كده ب25 يورو، حاسه ان هي اكبر من اللي هي ب20 وشكلها احلى كمان، وتاخد كرسيين 2 للاطفال. الترابيزه دي ب30 يورو، بس هي مدوره من غير الكراسي، كل كرسي فيهم عامل 15 يورو. الترابيزه دي مش واضحه قوي بس شكلها على فكره حلو، هي مكتب مش ترابيزه، يعني محتاجه كرسي عالي شويه. ودي عامله 90 يورو. ابنك لو جه هنا هينبهر بالحاجات اللي موجوده وهيشبط في كل حاجه موجوده، فعايزه تيجي سيبيه تحت في المكان اللي تحت، فيه مكان للالعاب بتاع الاطفال، فسيبيه تحت واطلعي انت اتفرجي على كل الحاجات اللي انت عايزاها. بوكسات التنظيم بتاعه الاطفال فهم بيكونوا كده، السات بيجي كله على بعضه، يا اما القطعه دي يا اما الثلاث قطع دول مع بعض كده، فعاملين 7 يورو 99. التنظيم الاكبر شويه فبرضه عامل 8 يورو، بس شايفين العلبه عامله ازاي، كبيره 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 فوق ما انت متخيله، فهتبقى حلوه قوي لو عايزه تنظمي فيها العاب الاطفال. البوكس ده برضه حلو جدا، بس ده صغير شويه عن التاني، فده عامل برضه 8 يورو، يعني ده 8 وده 8، بس ده اكبر بكتير واحسن بكتير بصراحه، فلو هفضل الكبير. بصوا بيكون اشكالهم كده حلوه قوي على فكره. علب التنظيم بتاعه الاطفال فهنا كتير قوي. استنوني في بارت 4 بقى عشان اوريكم السراير والتخفيضات اللي نازله عليها وكل الحاجات اللي موجوده هناك دي. ما تنسيش تعملي الفولو، هستناه. انا حاسه ان انا تايهه، ايه ده، انا دخلت مغاره علي بابا يا جماعه، مش عارفه اخرج منها، كل شويه الف في نفس المكان وارجع لنفس النقطه. ايكيا بتتوه. انا عايزاكم تقفلوا عليا في المكان ده وتسيبوني هنا في ايطاليا. انا في ايكيا ايطاليا وفيها كميه اسعار تحفه. بصوا ده بتاع الايس كريم بيكونوا 6 عاملين 2 يورو، مفيش السعر ده في اي مكان تاني على فكرة. هنا هتحبي غسيل المواعين، لان كل فرش غسيل المواعين هتلاقيها موجودة هنا في ايكيا. يعني بالنسبة للفرشة ديت انا عندي منها واحدة تحفة عاملة يورو ونص. طب وديت يا بطل اللي بيتحط فيها الصابون برضو بيورو ونص، شايفين دي عاملة 95 شنتز، بيكونوا 3 مع بعض. طب ودي عامله 75 شنتز. طب والجوانتي يا بطه، جوانتي ايكيا اللي محدش بيستغنى عنه عامل يورو ونص. طب ودي بيورو ونص ودي بيورو ونص. طب انا عايزه اللي بيتصفي عليها المواعين عامله 5 يورو. ودي من احلى الحاجات اللي هتجيبيها لانها بتمتص الميه كده ومتخليهاش تبقى ليها ريحه، فحلوه قوي لو انت عايزه تجيبيها للمطبخ. فدي عامله 2 يورو ونص. انا شايفاكي على فكره يا اللي ما عملتليش لايك ولا فولو، وانا عماله اوريكي كل الحاجات اللي موجوده هنا في ايكيا. يا لهوي ده تقيله قوي، التقيله دي عامله 20 يورو جريل. ده غير طبعا كل الانواع الموجوده التانية. لو مش متابعاني اعملي لي الفولو بسرعه. شفتوا المبشره دي، مبشره وعلبه في نفس الوقت. استنى اقول لكم سعرها كام، مش مكتوب سعرها مش مكتوب ومش لاقياه. دي اللي سعرها 5 يورو، اللي هي بتعمل الجبنه، تبشر الجبنه اللي هي بتكون كده. اما بقى دي اللي هي الكلاسيك العاديه عامله 2 يورو. كل الانواع والاشكال والالوان هتيجي تلاقيها هنا، فتعالي دوري. دول التلاتة ب3 يورو. طقم الحلل 3 حلل عاملين بالغطيان بتاعتهم عاملين 50 يورو. وطقم ايكيا ده 3 حلل و2 كسرولة عاملين 80 يورو. وده الطقم يا جماعه ستانلس ستيل، حاسه خفيف شويه مش عارفه. شايفين صينيه الشوي دي تحفه. الصينيه دي انا بحبها قوي في الشوي، تشوي فيها بطاطس بقى، تحطي عليها تحطيها كده زي جريل في الفرن،
بتبقى حلوة قوي وبتشوي الفراخ حلوة جدا، عاملة 15 يورو. انا عندي من دي 2 كنت جايباه من 2-3 وعاملة 4 يورو. ده بايركس بيدخل الفرن حلو قوي قوي قوي. تجيبيه المكرونه بشاميل، تجيبيه طاجن بيدخل الفرن حلو قوي، عامل 4 يورو. وعمرك ما هتلاقي السعر ده في مكان تاني. دي احلى حاجه موجوده هنا في ايكيا. ده غير طبعا كل الحاجات البايركس اللي موجوده هنا. استنيني في الاجزاء اللي جايه، لان انا هوريكي كل حاجه موجوده في ايكيا. استني وتابعي بس صفحه كل يوم في ميلان. حتى كل الحاجات دي عليها تخفيض برضو. يعني بصوا، الطبق ده ب50 شنتز، الطبق ده بيورو، وده بيورو. واي حاجة من دول، استنوا، الكاس ده ب50 شنتز، دي ب10 يورو. اي حاجة من الحاجات دي عليها تخفيض حلو قوي. السرير ده كله ب104، والسرير اللي بعده ده 64 يورو. كل الحاجات دي اوكازيون، مش موجود غير هنا في ميلانو ايطاليا في ايكيا.